السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله هنحضر مع بعض الوصفة السهلة السريعة جدا، أكلة حلوة وجميلة اللي هي طاسة الكبدة والكلاوي. هنعمل طاسة الكبدة والكلاوي بطريقة احترافية، بطريقة حلوة جدا وطعم جميل. تعالوا يلا مع بعضينا نقول اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ونبدأ وصفتنا ونقول هتجيبي طبعا الكبدة بتاعتك زي ما تحبي من عند الجزار، والكمية اللي انت تحبيها واللي تقضي أفراد أسرتك. هنا أنا قلت له قطعها لي شرايح، وانا قطعتها تاني بالسكينة شرايح كده، ايه يعني بالطول شوية، اتخن من الشاورما شوية، يعني عرض صباعين كده. تمام. وبعدين انا عندي برضو فوبيا ان انا مش عارفة موضوع ان انا ازاي مغسلش الكبدة دي. ناس كتير بيقولوا ما تتغسلش وانا معاهم، بس انا ما اعرفش يعني الموضوع ده انا ما بقدرش اعمله يا جماعة. فانا جبت هنا بصوا يعني شوية لبن وحطيتهم على الوش كده لحد بس ما غمرت كل الكبدة في قلب شوية اللبن دول، وهسيبهم مركونين على الجنب. هنا بقى الكلاوي دي انا جبت الكلوة دي كده بحالها من عنده، قلت له ما تقطعليش، انا عايزة اقطعها علشان انا طبعا ايه عايزة يعني اقطعها كده في الفيديو قصادكم. حطيتها في الفريزر تتشمع شوية عشان اعرف امسكها وايه واقطعها، لكن الكبدة صراحة لا، خليته هو قطعها لي بالسكينة الحامية عنده عشان انا ما بهدلهاش في البيت، لان انا سكنتي انا عارفة مش هتديني المقاس ولا السمك المطلوب اللي انا عاوزاه. وهنا هو تبص، عايزه اقول لكم قطعت الكلاوي بمنتهى البساطه، كانت يعني لا متجمده قوي ولا سايبه قوي. وهنا اخر حته مش عارفه اتحكم فيها، خدتها على ايديا كدهوت وقطعتها اهي. هاخدها برضو كده ارصها في الطبق، وبرضو هشطفها يعني شطفة سريعة كده تحت الحنفية، واصفي المية في ساعتها، يعني قبل ايه ما هنحضر اللي احنا هنعمله دلوقتي. كل اللي هنعوزه هنجيب طاسة على النار نسخنها كويس جدا، ومعايا شريحتين صغيرين من اللية، دول اختياري للي بيحب اللية في الأكل. أنا عندي اللية في الكبدة والحواوشي من الحاجات الأساسية بجد والله، يعني بجد أنا ما أقدرش أستغنى عنها. وحطيت معلقتين زيت وسخنوا كويس، وهستنى بس اللي هي بس ايه دي تصفي كده، يعني السمنة اللي فيها شوية كده. ومعايا بصوا 4 فصوص توم متوسطين مش كبار، لو 3 يبقوا كبار ماشي. نزلتهم اهم واخدهم تشويحة كده على السريع. وجبت الكلاوي هنا بصوا كنت مصفيها كويس من المية ونزلتها تش كده في قلب المادة الدهنية عشان تاخد الصدمة، علشان الحاجة بتاعتي تبقى كويسة وما تسردش ميتها. ومن هنا بتيجي الزفارة. انت لو يعني مشيتي على الخطوات صح في موضوع الكبدة والحاجات دي مش هتحسي بالزفارة. الزفارة بتيجي يا جماعة من ان احنا مش عارفين نحضر لقمتنا واكلتنا ازاي، لكن هي ما بتبقى الزفرة نهائي. خلاص، هنفضل نشوح كده. هنا مش هحط حاجة خالص، الا انا حطيت هنا رشة فلفل اسود على الكلاوي. وهنا معايا بصلاية بيضة، خدتها كده قطعتها جوليان او اجنحة كده زي ما احنا اي حد بيسموها شرايح، زي ما تحبوا تسموها سموها، يعني فاهمة. ننزل بيها كده على جنب ولحد ما ندبل فيها شوية، وبعدين ناخدها في وسط الكلاوي زي ما انتم متعودين مني في الشاورما وفي كل حاجة. دي خطواتي اللي انا بعملها وبفضل الله. انا بشوف ناس كتير محترفة بقت الموضوع ده تعمله، انا بعمل الموضوع ده بقالي 3 سنين من على القناة، وكنت بعمل كده وما كنتش الصراحة بشوف التكات دي. مش بشكر في نفسي بس، والله هي وقفة المطبخ كتير بتعلم الست كل حاجة كويسة. وبعد كده هوت انا رحت حاطه الفلفل عندي ده مش كله سبايسي، هو قرن واحد فلفل سبايسي، ما احنا بقى مش هنولع الدنيا بقى، وقرنين فلفل رومي. تمام. وهنا برضو رحت واخده الكبده في قلب الصفايه بتاعتي ديت، ورحت مصفيها من اللبن، وبرضو شطفه سريعه كده بالميه، يعني كوبايه ميه على الوش كده، وصفيتها كويس ورحت نازله بيها برضو على السخونيه دي. خلاص بصوا، لا نزلت ميه ولا نزلت دم ولا في ريحه، بل بالعكس الريحه بجد كانت قلب الدنيا. آه يعني، يعني انا مش هشكر في نفسي والله والله. انا
لو بعمل فيديو وما عجبنيش انا مش هنزله، ولا هكون يعني هغش اي حد. امشي بس بالخطوات دي وكل حاجتك هتبقى زي الفل. هنا بقى هنبتدي خلاص. الكبده لقيتها، شوفوا لما مسكتها كانت فاتحه وجميله من جوه واستوت. خلاص اطمنت. ابتديت احط تاني رشه فلفل اسود ورشه ملح ورشه كزبره ومعلقه خل، وطفيت بيها كده الكبده. وكده خلاص وصفتنا خلاص انا خلصتها. وعملنا شويه سلطه طحينه وشويه بطاطس محمره وشويه خيار مخلل. وهنا بصوا انا عماله اقرب لكم الطاسه من العدسه بتاعه الكاميرا، لاني شايفه الطاسه من بعيد جايه اكنها غامقه. اقرب من الكاميرا الطاسه بتاعه الكبده والله كانت فاتحه جدا وكانت جميله. وهنا بقى بعمل لي انا كده سندوتش صغير قدامكم كده وبجري ريقكم. ومع الخيار كانت يعني جامدة جامدة جامدة. احنا كنا عاملين كده على اساس نحط ونغمز. انا لقيت لا كده شغل سندوتشات بلدي كده يعني جميل جدا جدا جدا. جربوها وهتدعولي. ودي طرق من طرق الكبدة بتاعتي. انا عملت لكم قبل كده الكبد والقوانص اللي هي المزاليكا، عملت على القناة القديمة سندوتشات الكبدة في الفينو، كانت بطريقة مختلفة برضو. وهقول لكم ايه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وانتظروني في أحلى الوصفات. ويا رب وصفة النهاردة تكون عجبتكم، وما تنسوش اللايكات. اللايكات قلت قوي قوي قوي.